بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا معايا الفراخ النهاردة في اليوم 27. الفراخ دي أنا صورتها معاكم طبعا، الناس اللي سمعوني قبل كده وعارفين الفراخ، وكانت ماشية زي الفل. بس زي ما تقول الواحد اللي بيخاف من عفريت يطلع له. أنا كنت خايفة من حكاية الريح وأمشير وشهر 3 وشهر 4 والشوطة اللي هي بتاجي للفراخ، وقلقانة على الفراخ، وكنت بعمل معاهم الخلطات، وفعلا هي جات للفراخ. بس الحمد لله يعني ربنا قدر ولطف. لكن يعني اللي حصل مع الفراخ كان منظر الفراخ، يعني أنا دخلت عليهم في يوم شفتهم قلت مش هينفعوا الحقيقة يعني، وبقيت زعلانة. قلت يعني الفراخ أنا تعبت معاهم، والفراخ جت غالية، كان الكتكوت ب23 جنيه، ولقيت الفراخ بتعطس، يعني هما لسه فيهم العطسة لحد دلوقتي. يبقى اللي حصل بقى معاهم، الفراخ كانوا كويسين وزي الفل، وانا محتفظه بدرجه الحراره وماشي عليها مظبوط. لكن مع تقلبات الجو، يوم حر ويوم برد، ما بقاش درجه الحراره مش منتظمه. لكن بقدر الامكان انا كنت بحاول اظبط درجه الحراره عشان ما تقلش عندهم ولا تزيد. لكن كان يوم حر والجو كان ساخن، واللي بدات خففت لهم شويه وكانت درجه الحراره مظبوطه عندهم. لكن في اليوم ده كانوا كويسين وحلوين، وكان بسم الله ما شاء الله. يعني قلت اشيل اللي تحتيهم، انا بحط لهم جير مطفي على اساس ان انا ما اشيلش، لانه عارفين انه الجو شتاء، والفراخ ان الواحد بيشيل اللي تحتيه في الصيف. في الصيف ما ينفعش ان انا احط فرشه فوق فرشه، لانها هتعمل ريحه وهتسخن تحت الفراخ. لكن في الشتاء انا بفرش مشمع تحت الفراخ. يمكن اجيبه لكم كده في الحرفه دي، حرف المشمع. بفرش المشمع تحت الفراخ وبرش طبقه من الجير، وبعد ما برش طبقة الجير برش الفرشة زي ما تكون بقى نشارة الفرشة الموجودة عندي، وابدأ بقى ازود عليها. كل ما الاقيها اتوسخت ابدأ ازيد تاني طبقة من الجير وطبقة من النشارة وازود كله على بعض. طبعا الفراخ بعد ما عملت لها تهوية وكنت نضفت تحتيها وشلت اللي تحتيها وضفت فرشة جديدة، كانت فرحانة وكويسة، وكان شكلهم والله زي ما اكون انا اللي حسدتهم. كانوا بسم الله ما شاء الله شكلهم يفرح. اللي شافهم معايا في اليوم ال19 كانوا بسم الله ما شاء الله الفراخ جسمها احمر وريشها قليل. ويعني انا وزنت فيها كانت 850 900، وكان فيهم كمان اوزان اكبر من كده. مش عارفه ايه اللي حصل لهم في نفس اليوم ده. اليوم ده كان حر، وطبعا انا هويت لهم شويه ونضفت شلت اللي تحتيهم. احنا عارفين الفرشه لما بتبقى كتيره تحت الفراخ بتدفي المكان، لكن طبعا انا شلت اللي تحت الفراخ عشان خاطر النصيب، وكان ربنا مقدر ان ده يحصل. وبقيت علفتهم قبل المغرب والقران شغال، وعلفت الفراخ وحطيت لها الميه. انا كنت بملى لهم العلفتين دول، العلفتين كانوا بيخلصوهم، يعني اصبح الصبح العلفتين خالصين، والسقايه على فيش تبقى مقربه تخلص. طبعا وجيت صبحت الصبح كالعاده ابص على الفراخ. انا كنت متعوده دايما مع صلاه الفجر اول ما اقعد اصلي الفجر انزل ابص عليهم واقول لحسن يبقى عاوزين علف ولا حاجه. مش كل يوم يعني، بعض الاوقات. الليله دي كانت ريح وبرد، والحقيقه ما نزلتش لان هم في الدور الارضي، وقلت لا ده انا مناخيري وجعاني والجو برد مش هنزل. جيت الليله دي انا ما نزلتش ابص عليهم، وصبحت الصبح دخلت عليهم الساعه 7 لقيت المكان عدل، لقيت اللمبه محروقه. والله قلقت وزعلت، لان انا عارفه المكان اللي انا مربيه فيه درجه الحراره بتبقى فيه نزل قوي. البيت بحري، وانا سايبه التهويه في الفراخ، يعني من بحري من جنب القبل الباب مفتوح، لاني انا زي ما حضراتكم مش كده شايفين محوطه لهم بكرتونه ومدفيه عليهم. بس كنت سايبه من نص عريان، عندي ترمومتر ومحتفظه بدرجه الحراره، وكنت سايبه في الجنب البحري برضو التهويه. اوريها لكم دلوقتي، كنت سايباها برضو معاهم. وادي التهويه البحري هنا تحت الباب، والتهويه من الجنب القبلي، والتهويه من الجنب ده. كان هنا بقى فيه تيار هوا جديد. الليله دي كانت برد وريح واللمبه حرقت، وكله كمل بقى مع بعضه. يلا بقى قدر الله ما شاء فعل. قمت لقيت الفراخ الدنيا عتمه. طبعا نورت النور اللي في السقف، النور اللي في السقف لمبه بيضاء مش هتنفع. لقيت الفراخ كلها ملمومين جنب بعضيها. قمت بقى عشان طبعا كنت بالعادي ان انا بجيب لمبه واخليها للستبن معايا في المكان على اساس تحرق اللمبه في اي وقت احط لهم. دورت ما لقيت انه ما فيش لمبات عندي، اللمبه الظاهر اتحرقت وانا غيرتها ونسيت اجيب لمبه غيرها. يعني اتكملت معاهم من كل حته. وانتوا عارفين حضراتكم في رمضان والمحلات ما بتفتحش بدري. قعدت بقى الفراخ لحد الساعه 11 على ما فتحوا، وجبت لمبه وغيرت اللمبه. رجعت الساعه 11 لقيت فيهم واحده مسؤوله بني وواحده مسؤوله ابيض،
والفراخ شكلها بقى مش ولا بد، والميه بقى اللي قدامهم قاعده كلها، لان الزهر اللي حصل ده حصل بدري في اول الليل، والعلافات مليانه والميه راقده زي ما هي. المهم طبعا جريت حطيت لهم اللمبه، وحاولت اغطي المكان وادفيه، وبدات بقى ان انا اعمل لهم بقى الوصفه. جبت بقى بصله وفرمتها بالكبه، وحطيت عليها راس تومه، وعصرت عليها ليمونه، وحطيت عليها معلقه من الكمون الحصى، وده كله عملته لهم في شويه علف كلوا منه. لكن الاكل ضعيف لان الفراخ بردانه قوي، لما على بعضها بطريقه وحشه، لان الترمومتر كان مسجل في المكان درجه الحراره 11. طب ازاي درجه الحراره 11؟ يعني المفروض انا كنت ماشياهم على درجه حراره 25 في المكان، طب نزلت ل 11، ولقيت فيهم كانه بقى دخلهم تخرخره بداوا يعطسوا. قلت يا ساتر يا رب، انا ما بحبش بقى الفراخ لما تخرخر وتعطس دي بيبقى وضعها مش حلو، تبدا بقى تخس تغير وما تجددش بسرعه. وفعلا اللي حصل الفراخ استمرت على الوضع ده قعدت 4 ايام. العلف اللي هم كانوا بياكلوه في 12 ساعه والله قعد قدامهم 4 ايام. والسقايه بقيت اضيف بقى في السقايه معلقه من الشيح، اضيفها قدامهم واعصر عليها ليمونه واحطها للفراخ. وجيت اللي هم بيسهلوا جبت لهم الفلاجين البشري، جبت لهم الفلاجين البشري اللي هو المطهر المعوي. حتى مش باين حضرتك الشغل اللي حضرتك كده مش باين، استنى. جيت طبعا لما لقيت بالوضع ده، وحطيت بقى الكمون على البصل على الثوم، وعصرت عليهم ليمونه، حطيت لهم على العلف، ولقيت الفراخ اكلها في العلف مش قد كده، كلوا بس كلوا كميات بسيطه قوي، مش زي متعودين ياكلوا. ده هم المفروض ان هم بايتين جعانين، فراخ بردانه لدرجه انها كلها لمت واتجمعت تحت اللمبه. ورحت بقى جبت شريط فلاجيل بشري من الصيدليه البشريه اهو، فلاجيل 500، فيه 250 وفيه 500، لا الفلاجيل ال 500 احسن اقراص. وبلعت اللي هم الثلاثه المسؤولين، واحده من سهله بني، واحده من سهله ابيض خفيف، وواحده لقيتها بقى ما جه اخر النهار اللي هي الاسهال الابيض مغرق الفرخه. مسكت بلعتهم كل واحده حبايه فلاجيل، وكنت الصبح بقى حطيت في السقايه اللي هي معلقه الشيح على عصاره ليمونه. شربوا اللي شربوه والباقي شلته وكبيته. وجيت حاطه في السقايه دي 5 اقراص فلاجيل بشري وحطيتها للفراخ. برضه هم شربوا منها في الليله دي، لكن ما خلصوش السقايه. انا متعوده انهم بيخلصوا السقايه، يعني انا كنت مرات باجي الفجر والاقيهم مخلصينهم. الفراخ استمرت بالوضع ده يومين، وانا بقيت اقول والله الساعه يموتوا كلهم. يعني الوضع ان انا زعلت عليهم وقلت الفراخ دي مش هتنفع بالوضع ده، كان يعني الوضع ما يصرش. لكن يلا قلت قدر الله وما شاء فعل، وانا مش هاخد اكتر من رزقي. لكن كرمني رب ان الفراخ عندها المناعه قويه، لان انا كنت بستعمل معاها الخلطات. يقول لك الوقايه خير من العلاج. كنت بستعمل دايما معاها البصل، بفرم البصل او بفرم بالكبه مع الليمون والثوم، فده كان بيدي للفراخ مناعه. المناعه لما تبقى قويه حتى جه الفيروس للفرخ او زي الطفل، الفراخ زي الاطفال، يعني الطفل اللي هو مناعته ضعيفه ما بيتحملش اي حاجه تجيه، بيتعب منها وبيبقى الوضع بتاعه صعب، ولازم من العلاجات ولازم من المضادات الحيويه لانه اتعود على المضاد الحيوي. لكن الفرخ لما بيطلع على الخلطات وعلى الاعشاب بتبقى احسن له، وبتبقى مناعته قويه عن المضاد الحيوي، لان المضاد الحيوي بيكسر جهاز المناعه، بيضعف المناعه في الفراخ وفي الانسان. يعني المضادات الحيويه مش مستحبه لا للطير ولا للانسان ولا للحيوان. انا كنت دايما بستعمل معاهم الخلطات، فدي كانت مقويه المناعه عندهم. دي نفعتني في المرض بتاعهم. لما جاهم الوضع والمرض اللي هو جاهم بدأ ان هم يقاوموا. صحيح الفراخ تعبت يومين وهي متجمعه على بعض، والاكل ما فيش، يشربوا كميات قليله وياكلوا حاجات بسيطه، وخسوا الفراخ وطلع لهم ريش زي ما حضراتكم شايفين. الاول ما كانش فيهم ريش وبداوا خسوا ورجليهم كشكشت. وبعديها قلت انا مش هاخد اكتر من رزقي ولا من نصيبي. والفراخ اللي هي كانت مسهوله بلحتها فلاجين تاني، وبدات اضيف لهم فلاجين مره في اليوم في الميه، وارجع احط الكمون على البصل على العلف والشيح اضيفه للميه هو والليمون، وبقيت استعمل معاهم كده. يعني لما بقى يجددوا بقى خدوا 4 ايام، وبداوا بعد ال4 ايام انهم يحلوا شويه شويه، وبداوا يجددوا شويه شويه وبداوا احسن. بس يعني الحقيقه العطسه لسه فيهم ما خفتش منهم، لكن الحمد لله انها ما قلبتش بخرخره يعني وما زادتش. والاسهال يعني يعتبر بقى كويس وخف. نمسك ده عندنا اهو من الفرخ بواقي الاسهال لسه اهي باقيه، يعني من الاسهال اللي هو جه عليه. بس يعني الحمد لله الفرخ معانا زي ما حضراتكم كده شايفين معايا اهو زي الفل. الحمد لله يعني ربنا كرمني ورعاني فيهم
لانهم طبعا ان هم المناعه عندهم قويه، عندهم مناعه من الخلطات اللي انا بعملها وبستعملها معاكم وقلت لكم عليها في الفيديوهات اللي فاتت. فهي الخلطات والوصفات الطبيعيه بترفع المناعه زي الاطفال. يعني انا كان عندي ابني الاولاني ما فيش، بقيته اول عيل وانا ما كنتش اعرف حاجه، مجرد يسخن اشيله واوديه للدكتور يديه مضاد حيوي، دواء شرب ودواء سخونه، ما فيش. بقيت والله العظيم ما يكملش 15 يوم واوديه من جديد. بقى على الوضع ده، بقيت على الوضع ده ما فيش 15 يوم 10 ايام واوديه للدكتور على الحد ده. من المضادات الحيويه ما خلاش عنده مناعه خالص، وضعفت عنده المناعه ودمرت جهاز المناعه. كان كل لما يعيا كان لازم يروح للدكتور وياخد بالاسبوع وبالاكثر عشان يرجع يخف. وتقعد لكده يمكن قعد اكتر من 3 سنين وانا ما فيش 10 ايام 15 يوم اسبوع واوديه للدكتور. بعد كده بقيت استعمل بقى مع اولادي التانيين، ما استعجلش باني اودي للدكتور. يعني العيل عنده كحه كنت اديله معلقه زيت زيتون ادهنه صدره وكده من قدام وضلعه وكده وظهره بزيت الزيتون وابدا ادفيه، كان الحمد لله يعني بخف. يعني انا عندي ابن الاخراني الحمد لله عمره 3 سنين والله ما وديته ولا مرتين للدكتور للسخونه. ان السخونه طبعا كنت ادهنه بزيت زيتون او ادهنه بزيت شعر، ما كانش موجود متوفر زيت الزيتون، لكن في مرتين ما كانش يعني انخفضت معاه، كنت مطعماه والتطعيم كان شديد، ما لقيتها ما نزلتش وانا بخاف من السخونه وديته. ومره ثانيه كان عنده اسنان، هم المرتين في ال3 سنين اللي وديتهم. لكن الولد الاولاني بسبب المضادات الحيويه، يعني كل ما يحصل له حاجه اجري على الدكتور ودي مضادات حيويه، المناعه عنده ضعفت خالص لغايه كل يوم والتاني اوديه للدكتور. فهي الفرخ زيها زي الطفل بالاهتمام وان انا احافظ عليها واحاول اقوي المناعه عندها، حتى لا قدر الله ان جالها مرض بتقاوم وبتبقى كويسه معاه. والحمد لله عدت على خير. حتى وهو دلوقتي يعني هقول لكم من اليوم ال 19 يا دوب هم من امبارح انهم بداوا يرجعوا لطبيعتهم وياكلوا العلف اللي هم بياكلوه. قعدوا من ال 19 وهو لحد امبارح ال 26 اسبوع سليم، والفراخ مش في طبيعتها وما بتاكلش كميه العلف اللي بتاكله، ده اثر عليها خلى حجمها ما زادش. انا قلت الفراخ دي على الشهر هتعدي ال 3 كيلو بس. يلا الحمد لله. وادي الفراخ ان شاء الله هزنها كده معاكم في الفيديو اللي جاي. هي الحمد لله برضه يعني كويسه، وان شاء الله اوزنها المره الجايه. وان عجبكم الفيديو ما تنسوناش الاشتراك في القناه وعمل